وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس أن رجلا أعمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له جارية له منها ابنان كأنما هما لؤلؤتان، وكانت رفيقة لطيفة بزوجها تخدم هذا الرجل الأعمى. وفي يوم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتنقصه، فكان يزجرها وينهاها وينصحها فلا تلتفت إليه. وفي كل ليلة يتحمل منها ذلك، وفي كل موطن تزيد السب والتنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجتهد في نصحها وزجرها وهي لا تلتفت إليه. حتى في ليلة من الليالي سبت النبي صلى الله عليه وسلم وشتمته، فقام يتلمس حتى وجد السكين، ثم أقبل إليها وبرك عليها وطعنها حتى ماتت بين يديه. فلما أصبحوا عرف الناس أن امرأة مقتولة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس، قال: أنشد رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام. فقام الأعمى من بين الجمع يتدلدل يمشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا صاحبها يا رسول الله، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتكثر شتمك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة يا رسول الله ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المعولة فوضعته في بطنها فاتكأت عليه حتى قتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم وقد علم بجريمتها الشنعاء، قال صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر، ألا اشهدوا أن دمها هدر. نعم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وسبت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من يكفيني عدوي؟ فخرج إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلها. رواه عبد الرزاق وصحح إسناده ابن حزم. وفي مكة كان رجل اسمه ابن خطل يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار في ذلك، وتسير بها الركبان، وكان ينهى فلا ينتهي ويزجر فلا ينزجر. وكان له جاريتان يدفع إليهما الأموال لتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغنيان بأشعاره. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، أقبل أحد الصحابة قال: يا رسول الله، إن ابن خطل ذاك الذي يسبك ويشتمك وتغني العرب بأشعاره، وقد قلت من دخل المسجد فهو آمن. إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني دخل المسجد وتعلق بأستار الكعبة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وقال: اذهبوا فاقتلوه، اذهبوا فاقتلوه، ليس له ذمة وليس له عهد وليس له كرامة. نعم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهوديا. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فذهب إليه محمد بن مسلمة فلم يزل يتحيل حتى استطاع عليه فقتله.